الأحباب ديالي وسكان قلبي، السلام عليكم. اليوم كل مرة كنتردد في واحد الجديد، واش نحطو ولا ما نحطوش. انا ما نطول عليكم، كيف ديما غتصنتوا القصة ديال الفرح كاملة وغتلقاو معاها الجديد. بغي نقول لكم كلشيكم من القلب كنغيكم. ما نساوش الصلاة والسلام على الحبيب محمد. وقصة فرح كتقول: انتي فرح تزاديت وكبرت في عائلة فقيرة في كازا، تزاديت في حي شعبي في القدس. حنا تيتمناو حنا مازالين صغار بزاف، ما كنعقل كاع على داكشي اللي كيفاش داز، ما كنعقلش حتى على اليتم ديالي وعلى الحدود ديال با، من غير شي تعاود اللي بقى كيدور ليا في الراس. داكشي اللي بداو كيعاودوا ليا من بديت كنكبر، وبديت كنسول اشنو واقع، فينا هو با، علاش انا ما عنديش با. المهم فاش تيتمناو تزيرات الامور غادي نرحلوا من القدس لكريان طوما. وعلى حساب ما كانت كتعاود ليا امي وجدة الله يرحمها وخوالاتي، الاب ديالي كان خدام في البحر، ماشي شي خدمه رسميه بالوريقات، لا لا، كانوا خدامين غير بدوك الفلوكات عشوائيا، كيخرجوا يصيدوا داكشي اللي قسم الله والغد ليه كيحطوه يتباع. كلشي في امان الله حتى لهاديك الليله اللي غيدخل فيها البا البحر وما غاديش يرجع. سبحان الله العظيم. امي كتقول لي ان هذيك الليله جده اللي كانت مسكينه في ديك الساعه شاده الفراش وقليله الصحه عيات معاه، وكانت كتقول لها وليدي كوني بقيتي معنا هاد الليله، كوني غير بقيتي مع بنياتك وما عندك ما تمشي تدخل عاكاش با. ديك العشيه كان دارو راسو وكان شرب فاني تكا واحد شويه. منين ناض قالت ليه جده غير بقى، قال لها امي الا بقيت جالس حداهم شكون اللي غادي يجيب لهم من سطرة الحليب هو الاخر، وانت عارفه قريبه دابا الدخله المدرسيه وشلات المصاريف مازال تابعيني، غير خليني نوض نتوكل على الله ونمشي. ايوا عيات معاه ماما ديك النهار، خلات ما قالت داكشي اللي في راس با في راسو. ناض كيف العاده، صلى العشاء، كلا داكشي اللي قسم الله وجمع شكيكيرتو وتوكل على الله وخرج. دخل البحر، ولكن هذيك الليله ما بقاش خرج له ولا الثلاثه اللي كانوا معاه، كلهم داهم البحر. قالك البحر كيكذب الغطاس وبا وصحابو كيعاودوا عليهم غطاسه واعرين، ولكن مشاو كاملين مره واحده، وكل واحد فيهم شنو خلى من موراه. با خلى اختي الكبيره نوره في عمرها 7 سنين وانا عامين، وامي يلاه في عمرها 27 عام. خدام كيف قلت لكم خدمه ديال العطش، لا اوراق لا اسيورونس لا ميتويال لا حتى شي حاجه، يعني من ليلتها هزه الهم وعرفات راسها خاصها تجمع راسها وتخرج تخدم علينا باش تكبرنا. حقاش حتى في حياه با حتى واحد ما كان كيعقل علينا، واخا كاين في عمامي اللي كان عايش حسن منا وكان يقدر يعاوننا، ولكن كل واحد كان كيقول راسي راسي. كيف ما كانت كتخيل امي، جاو وبكاو ونحطو بحال اللي ما عرف شنو كانوا كيديرين ليه في حياته، وداز العزو، وكل واحد فينا كل واحد فيهم مشى سد بابو وجرى عليه داكشي اللي بغا. امي خدمات مع واحد في الميناج في الاول كراج وكيدير داكشي ديال لي فيدونج والاصلاحات ولكن ما تفاهمتش معاهم، كانت باقا صغيره وعاطيه العين. راكم عارفين صباع اليد ماشي بحال كاين اللي كيبغي يتحرش منها، كاين اللي كيحقرها شويه، حتى لقات واحد السيده العائله ميسوره، ملي سمعت القصه ديالها قالت لها غادي تجي تخدمي معايا في الميناج وان شاء الله انا غادي نعاونك في بنياتك. كانت مسكينه خدمه مع دوك الناس وكدابز مع المصاريف ديالنا ومصاريف الدوايات ديال جده. جده مسكينه كانت قليله الصحه وشاده الفراش من الحياه ديال با، وهو اللي كان هزها بكل شي ليها، ما عمر شي واحد في خوتو ما جا دق عليها الباب. وواخا عمامي عارفين على ان امي ما عندهاش شي خدمه قاره وخدامه غير في الميناج، نص سطر ديال الحليب ولا الاخر ما كانوش كيحشموا على راسهم ويجيبوه ويجيو يطلعوا على امهم في حياتها حتى توفات. وتعاودت نفس السيناريو اللي داروا مع با، جاو كيبكيو وكل واحد شنو كيقول. نفاق. دوزو هذاك العزا بحال البرانيين عاوتاني ومشاو غبروا بمره. امي غادي تبقى مدابزه مع قرايتنا ولباسنا ومصاريفنا، تحاول انها ما تنقص لا من والو، ونفسها كانت خايبه بزاف. انا واختي كان عندنا واحد الطبيعه وحده، عمرنا هضرنا قلنا لا بغينا هادي ولا نتعاندوا مع بنات الجيران ولا بنات العائله ولا بنات المدرسه. واخا هكاك امي مسكينه فين ما كانت كتبان لها شي حاجه يلاه خرجت، ولا شارينها البنات ما كنحسوا بها حتى كتشريها وكتجيبها تفرحنا بها. وحنا شادين معاها الطريق والله سبحانه وتعالى هدانا بين يديها. كلشي كان كيشكرنا على تربيتنا، مربيات حنانات حادقات وداخلات سوق راسنا، دينا غير في قرايتنا. نجيو للدار مهنينها بعدا من الشقه، كل واحد كل وحده كدير داكشي اللي قدرات عليه. كترجع بعدا على الاقل امي من الخدمه كتلقانا سامعين ليها الدويره مطرفين ماسحين، صغرنا وحنا هازين لها الهم لواحد الدرجه كبيره. وداز الوقت بزينو وبخايبو، وكل واحد شنو دار،
انا وصلت حتى الجامعه وفي عامي الثاني غادي نتعرف على معاد. كيفاش وفين داكشي كان مرون شويه. معاد كان من عائله واحد صاحبتي ساكن في مدينه اخرى، غير هو واحد النهار يلا خارجين من المحاضره وهي تقول لي بلاتي ناخذ شي حاجه. ساسل عليا العائله مع واحد السيد ريحه الشحمه في الشاكور. مشيت انا وياها وقفت كنساينها من بعيد، مشات عنده خدات داكشي ورجعت عندي وقالت لي يلا راه غادي يوصلنا. انا ما بغيتش وبقات عليا يلا يلا حتى ركبت معاهم. المهم وصلوني للدار ومشاو في حالهم ودازت الايام تقريبا غاديه لسيمانه حتى غادي تجي عندي وغتقول لي واش عقلتي على السيد اللي وصلنا داك النهار. قلت لها اييه. قالت لي راكي عجبتيه وبغى كلمه معقول وطلب مني الرقم ديالك وانا ما بغيتش نعطيه رقمك حتى نتشاور معاك. قلت لها شوفي انا ما بغيتش وما عنديش مع التخربيق راكي عارفاني. قالت لي شوفي السيد راه باغي كلمه معقول وباغي رقمك غير باش يتعرف عليك اكثر. شفتي ديك الله دجاجه بكمونه. السيد قاري تبارك الله ومعقول وبخدمته وبخيره ومتفتح. شنو بغيتي اكثر من هكا؟ والله كون بغاني انا لا فلتو. وزيدون هو بغى غير رقمك، باقي ما جا لداركم، باقي ما دق الباب. هضري انت وياه تفاهمتوا الله يكمل عليكم بالخير، ما تفاهمتوش الله يسير كل واحد فيكم. بقيت شحال وانا كنفكر وفي الاخر قلت واخا شنو فيها ياك غادي يهضر معايا غير في التليفون. قلت له عطيه نمرتي. داكشي اللي كان من هنا غادي يبدا يتصل بيا ومن هنا غادي يبدا التعارف بيناتنا. ولينا كنهضروا بشويه بشويه كنتعارفوا كنتعاودوا. الاول عاودت ليه الظروف فاش كبرت وفاش خدامه امي وكيفاش حتى كبراتنا. هادشي كيقول لي عاد ما كبرك في عينيا، وحده بحالك كانت تقدر دير شحال من حاجه خايبه. تبارك الله عليك قريتي انت واختك، وديك الساعه كانت اختي تخرجات وخدامه وهي اللي معاوني تقريبا في المصاريف ديال القرايه. تبارك الله السيد ملي كنهضر معاه الوعي ديالو كيفاش واصل، قاري مزيان، ملي كنقولوا خاطر ديال بصح شارب عقلو. وهذا الشيء كله تبارك الله وراه ما بيناتنا شي حاجه كثيره ديال العمر. المهم ما جي سالي داك العام الثاني حتى السيد قال لي شوفي انا تعرفت عليك دابا ودخلتي لخاطري وبغيت نجي لداركم. انا ديك الساعه كرتاحيت ليه بزاف وحسيت براسي حتى وليت كنبغيه. قلتها لامي وقالت لي بنتي راكي تعرفي راكي وليتي كبيره، الا كنتم فاهمين انا ما نزيدكم غير الخير ومرحبا بالناس. جاو عائلته وكانوا تبارك الله ناس متوسطين ومتواضعين عايشين حسن منا بواحد الدرجه كبيره وقبلوا علينا بداكشي اللي حنا فيه. محنينا لواحد الدرجه كبيره ودموعها غير على سبه. ما بدات كتعاود ليها على كيفاش ما تباش حتى تعذبت معانا، كيفاش حتى كبراتنا حتى قراتنا، وهي دموعها ما حبسوش. بكات حتى شبعت تقول بحال كتعرفنا من شحال هادي. معاد عائلته اصلهم من برشيد وساكنين تما وعنده تبارك الله البارطما ديالو شاريها بلاصه زوينه مفرشها من داكشي. من مورا 3 شهور دوزنا العرس ديالنا وسافرنا من بعد للشمال. دوزنا واحد العطله غزاله بزاف ورجعنا لدويرتنا. ومن الاول معاد كان شرط عليا باش غادي نجلس في الدار وبيناتنا ماشي غير هضرتو اللي جلساتني. انا براسي ما كانش عندي مع القرايه شي قرايه ولا عندي طموح باغي نخدم. انا من ديما كنت كنقول غير غادي نتزوج ونجلس في داري، عكس اختي نورا اللي تبارك الله واخا كانوا كيجيو فيها الخطاب كانت كترفضهم حتى تبارك الله كملت قرايتها وخدمت خدمه مزيانه وكانت لينا دار في بلاصه احسن. حتى كاع فاش تزوجات بقات كتخلص لينا الكرا. ومن تزوجت انا بقات امي في الدار مره عندي ولا مره عندها، لكن ما بغاش تطلق داك الكرا. قالت باش امي وقت ما حسات براسها ما مرتاحاش عند شي وحده فينا وبغات تمشي لدويرتها تلقاها. نورا اختي سبحان الله العظيم بعقلها من الصغر. انا فيا التسرع وبزاف المرات كيخرج عليا. عائله راجلي ما عندي ما نقول عليهم. العسل كيتقطر، قال لك اللي ما عندوش العسل فركانو يكون عنده في لسانو. وانا كانوا كيساليو معايا بالتعامل ديالهم، الصواب والاداب كيكبروا بيك باللي كاين، واخا تكون شي حاجه بسيطه كانت كتفرحني حقاش كنحس بها خارجه من القلب ديالهم. معاد كيف كنقولوا هو اللي داير الخبيزات ديال الرضا ديال والديه، كيضلوا يرضيو ويرسلوا ليه. اش تقريبا هو فحالو فحال اختي، ما تزوج حتى كملوا خوتو قرايتهم، عاون كل واحد فيهم، رسل مو باه العمره، بطيب بواحد الدرجه كبيره واخا قاصح وراجل ديال بصح، ولكن يقدر يبكي دري صغير الا لقاه مثلا فيه الجوع، غير كيتاثر الا شاف شي واحد مريض ولا كيتالم. يمكن هذا الشيء اللي خلاني نتعلق فيه اكثر حقاش انا كبرت يتيمه وعندي واحد النقص من جهه الحب ديال الاب، فكنت كنحس معاد في داك الاب والزوج والاخ وكاع داك الشيء مجموع فيه. من جيت لدويرتي اول حاجه هضر معايا فيها راجلي هي الجرات. ممنوع منعا باتا نلقى شي جاره عندي ولا يلقاني انا عند شي جاره.
ولا ديك القضيه ديال دق سلفيني ملحه دق سلفيني بزار، هذاك الشيء قطعوا معايا من الاول وقال لي اي حاجه خاصك نجيبها لك، ولكن الجارات اعطيهم اتساع، ما تسلفي لا ما تسلفي. وانا احترمت الفكره ديالو، حقاش معاد ما كيجيش يحط لك واحد الحاجه ويزيد، ما كيدوز من حداك حتى كيقنعك. يمكن هذا الشيء اللي ما خلانيش نولف في المدينه والناس. عمرني ما خرجت بوحدي، ديما كنخرج غير به هو، حسيت براسي وليت كنتعلق به لواحد الدرجه كبيره. فين ما كنا كنخرجوا كنا كنمشيو اما عند عائلته اولا في الويكاند كنطلعوا لكازا، اولا جات اختو بحال هكا. شوف لي ستاسيون اللي كيكونوا في الطريق ما بين برشيد وكازا كنبدلوا الجو، ولكن راه السيمانه كلها وانا جالسه غير بوحدي بالحيوط. كيهبط بيا غير امتى يجي داك الويكاند باش نمشي ننزل نشوف امي اولا نمشي عند دار كوستي. حتى ملي كتكون امي عندي في الدار كنتوانس انا وياها نتعاودوا نضحكوا شويه، كندير بها السبه ونخرجوا نتمشاو شويه. ملي كنكون بوحدي شي مرات كيخرج كيسد هو الباب، واخا عندي انا الساروت من الداخل كيسد الباب على برا وكيرجع كيلقى الباب باقي مسدود، ما كنلقيش داك الباب كاع. ساكنين في عماره الناس فيها مخلطه، ما كنفوتش فيه معاهم من غير السلام عليكم. واخا هادشي كان ما عجبنيش، ولكن ما عمره ما كان سبب بيني ديال شي مشكل، ولا انا كنت كنحترم الهضره ديال راجلي. داز الوقت وحملت بنتي سليمه. الجارات من بدات كتبان كرشي، خصوصا السيده اللي قدامي كانت مسكينه فيما لا طيبات شي حاجه كتجي كدق عليا وانا كنتحرج، ما كنقدرش نرجعها ونفس الوقت ما كنقدرش ناخذ داكشي، فكنت كناخذ من عندها داكشي اللي كتجيب ليا وكناكلو دغيا ونغسل الطباسل ونمسحهم ونرجعهم ليها قبل ما يرجع راجلي من الخدمه. حتى ولدت بنتي بخير وعلى خير، كانت معايا امي، كانت معايا عكوزتي، قابلوني ردوا لي البال حتى وقفت على رجليا. لوستي حتى هي مسكينه في الويكاند كانت كتجي وكتجلس حدايا كتحطي ليا بنتي. بدات كتكبر وبدات دير 3 سنين، ولكن هنا غتبدا تبان لينا على ان سليمه ماشي عاديه، كانت كدير شي حركات في شكل. وبدينا كندويو عند الاطباء، كل واحد كيرسلنا لواحد كل واحد كيرسلنا لواحد، حتى لقينا على ان البنت فعلا عندها مشاكل. وبدات واحد الرحله ديال العلاجات طويله بزاف، ومرض بنتي كان مرض نادر باش كنا نلقاو شي بروفيسور اللي غيقدر يتبع معاه الحاله ديالها. حتى لقينا واحد بروفيسور في الرباط، وليت كنخرج الصباح مور الفجر ندعي الله نوصل في الوقت، كندوز النهار تما وكنعاود نرجعها في الليل. عندي تقريبا مره في السيمانه ضروري ما خاصها تمشي عند البروفيسور. طحت في واحد ستريس، حياتي كلها ولات كتبان غير بنتي قدامي، واش غادي تبرا واش ما غاديش تبرا، واش غادي تعيش حياتك بحال هكا. بقى عندي خاطر حتى شي حاجه اخرى، حتى من راجلي ما بقيتش كنجمع معاه، ما بقيتش كنهضر معاه، وليت غير هازه الهم. ملي كتقولي يا حمدي الله وشكريه وما تعرفي من الغدا شنو غادي يكون، وطلبي من الله وقولي اللهم اسالك لا اسالك رد القضاء واسالك اللطف فيه، باش انت غتكوني رحم على بنتك من الله سبحانه وتعالى. ولكن لعب عليا الشيطان والخوف، الله يسمح لنا من الوالدين. المهم وليت في واحد ستريس كبير بزاف. داكشي علاش لوستي مسكينه ولات كتجي عندي بزاف، فيما كيكون عندها شي وقيت كتجي تخرجني انا والبنت تبدل الجو، وهي تبارك الله قاريه دير مزيان دايره الشريعه، فملي كتجي كنحس بواحد الطاقه ايجابيه كدوزها ليا. واحد النهار كيف العاده كانت عندي هي وراجلها وكانوا ناعسين في الصالون، واخا قالت لي الصباح فيقيني وحنا غنوصلوك عند الطبيب، ولكن حقاش كانت عيانه شويه قلت غنخليهم ناعسين وغادي نمشي ندوز ندي بنتي تدوز ورجع. هزاها وخارجه كنتسلت بشويه من حداهم باش ما يسمعونيش. حلا اللي حليت الباب باغا نخرج، حتى كيبان ليا في الباب اللي قدامي ديال الجاره اللي مقابله معايا شي وحده واقفه تما وكتخوي شي حاجه. تخلعت وبقيت عرفت ما ندير، انا هزه البنت ناعسه في يد، هزه الساك الاخر في اليد الاخرى وحل الباب غير بشويه، رجعت ورديت الباب ما سديتوش وبقيت كنطل من ديك العوينه. كتبان لي واحد المراه ما عرف شنو خوات تما، قالت وبدات راجعه، ولكن الغريب في الامر انها ما نزلتش تحت، طلعت للفوق، يعني ساكنه معنا في نفس العماره. شحال وانا واقفه كنتردد في بلاصتي، من بعد نعلت الشيطان حليت الباب ومشيت ديت بنتي وانا راسي مرفوع. شحال من سؤال وسؤال كيدور في راسي، شكون هي هذيك السيده وشنو داكشي اللي خوات وعلاش؟ فاهمه انها كتأذي دوك الناس، ولكن باقي ما عندي حتى شي جواب. انا علاقتي مع الجيران ناقصه، مدخلاش معاهم، ما كنعرفش شي مشاكل بيناتهم. المهم العماره ما عمرنا ما سمعنا فيها شي غوات ولا شي صداع. دوزت هذاك النهار مع البروفيسور ورجعت فحالي في العشيه. ايوا لوستي كتخاصم علاش مشيتي، علاش ما فيقتينيش نديك وهذا وهذا، وانا راسي ما كاينش معاهم، انا غير نخمم في داكشي اللي شفت الصباح. واحد الراس كيقول لي نوضي دقي على السيده راهي وكلات مع طعامها وقول لها شنو كاين، وراس اخر تيقول لي واش كتقلبي على المشاكل.
تدخلي سوق راسك تولي في شي مشكل كبير وتولي نتي هي السبب ديالو. بقيت عرفت راسي ما ندير وبقيت هكاك لمده طويله، ولكن ضميري ما خلانيش نبقى ساكته. كنت فيما كنتكا في الليل كنبقى كنقول ويعلم الله هاد السيده شنو كتخوي ليهم، ويعلم الله شنو واقع ليهم، وانا دابا ساكته وساكت عن الشر شيطان اخرس. صافي شفت حتى عييت وتشجعت ومشيت دقيت على السيده. حلات ليا كي دايره لاباس بخير؟ قلت لاباس بنيتي شنو خصك؟ قلت لها سمحي لي واش ممكن نقول لك جوج كلمات؟ تخلعات وقالت لي الله يسمعنا قبل خيرك لاباس. قلت لها والو باس، واش ممكن تجي معايا عافاك لداري؟ اش دارها كانت كتبان لي عامره وما بغيتش نهضر قدام حتى شي واحد. قلت لي واخا هي الاولى، جرات بابها وجات معايا للدار. دخلتها قلت لها شوفي راه اللي وقع وها اللي وقع، هذاك النهار وانا خارجه شفتي مرا كتخوي شي حاجه حدا دارك. السيده لونها تبدل وقالت الله اكبر، واش هادو باقي مبغيوش يعطيوني كيساح؟ راه ماشي اول مره بنيتي، راه كل مره كنلقى الدول الاعجاب قدام بابي، الله ياخذ فيهم الحق. عرفت هاد الناس فين باغيين يوصلونا. السيده قلبها كان طيب وبحال جيتها على الجرح، بدات كتبكي وكتعاود ليا وقالت لي اللي يوريك هي بنتي مريضه ومهندسه تبارك الله، عرسها بقى لي غير 15 يوم وكانت كتوجد ليه وهي فرحانه، ودابا حلفات لا تكمل لينا في هذا العرس، وحتى من خدمتها ما بقاش بغات تمشي ليها. قلت لها غنقول لك واحد الكلمه وتبقى بيناتنا. قالت لي قولي لي عليك امان الله. قلت لها السيد اللي خبط لكم داكشي الصباح راه شفتها طلعت غير في الدروج الفوق، يعني راه معنا في نفس العماره. هنا صدمات وجابت لي الله بحال ما تيقاتنيش، بقات كتقول لي كيفاش طلعت غير في الدروج، واش عرفتيها ساكنه في العماره؟ قلت لها حقاش كون كانت وحده برانيه راه غتنزل من الدروج لتحت ما غطلعش الفوق. قالت لي هذه هضره اخرى، والله ما عرفت راسي باش تبليت. انا زعما عطيتها نصيحه وقلت لها انت علاش ما تركبيش كاميرا ديريها من جهه بابك وجهه الدروج، هكا انت تشوفي كلشي بعينيك، كاينين الكاميرات ما تيبانوش وبقي حاضيها من دار. المهم قالت لي صافي غادي نمشي نسول ولدي وغنوصيه داكشي اللي كان. مشى ولدها جاب لها الكاميرات ركباتهم. قلت لي اش من وقيته فاش حطت داكشي؟ قلت لها وقيته فاش شفتها هو ولاو هذيك السيمانه دايرين لها البيرمانونس، كل نهار كيفيق واحد في ديك الوقيته وكيبقى حاضي الكاميرا. حتى لذاك النهار قالت لك كان ولدها اللي حاضي، حتى كتبان لي عاوتاني جايه كتسل تحت الباب وجبدت شي غبره وكانت كترشها في الجناب ديال الباب. ناض حل الباب شدها من يديها وغوته وحده، ناض تمو ناض تختو. ملي غادي يجيو يشوفوا وحيدوا لي هذاك الزيف اللي كانت دايره عليها لقاتها بنت جارتها. داروا شوها وجروها عندهم للدار وعيطوا للبوليس وهي كتقول لهم ماشي انا راه امي اللي مصيفطاني، راه ماشي انا راه امي. وامها نزلات وكتدق وكتقول لهم خرجوا لي بنتي. ما بقاوش شادينها حتى جاو البوليس وفعلا داوها وتحكمات، عطاوها باش تخلص الغرامه والحبس. كاع الجيران دخلوا باش يسمحوا ليها ولكن هما حلفوا لي يسمحوا ليها حقاش البنت فعلا تدمرات. البنت اللي كان عندها العرس نهار 15 يوم راه ما كتنوضش، خدمه بقات لها مقاده، ما بقاتش باغا تزوج. على حسب ما فهموا من بعد عندنا ديك المراه هي اللي كانت كتأذي بنتهم. حتى دابا وانا مازال ما عارفه والو، حتى جات السيده وكتعاود لي على ان ديك الجاره راه صاحبتها الروح بالروح وعشره ديال سنين وسنين. ايوا ناط خطبات البنت لولدها، والبنت تبارك الله غزاله ومهندسه. الدري ما كملش قرايتو وداصر وكل مره كيجيو التبريه ونبلي الله يعفو عليه. هذاك الشيء علاش البنت ما بغاتوش وقالت لهم زيدون انا كنعرف شي سيد وموعدني بالزواج. قالت لها هاي الا كاين شي واحد يجي يتقدم، وجا تقدم هو السيد اللي مقدم ليها دابا وكنبقى لهم 15 يوم لعرسها. ايوا الجاره ملي شافت بحال هكاك ما تصرطاتش ليها. نوضي انتي ادي البنت وعائلتها وادي صاحبتك اللي الروح بالروح. الحمد لله اللي فتحهم الله. والسيده اللي قدامي ناضت كتجري على بنتها وعلى راسها، ولكن اللي ما كنتش عارفه هي ان هاد الاجر غادي يرجع ليا انا بومزوي. جارتي بروالة من درجة ولد باب الله، وانا علاقتي مع الجارات محدوده وما على باليش وما كنتش عارفه كل وحده فيهم شنو كتسوى. هذاك الخير اللي دارت فيا في الحماله ديالي قلت يمكن نشوف شي حاجه بحال هكا ونبقى ساكته. وبلاصه ما تستر شنو وقع بقات اللي تلاقات معها كتعاود ليها شنو كاين وتقول ليها غنيتي زوينه رسل لي الله ديك الجاره حلت ليا عينيا كون ما كانش ديك الجاره كون ما عرفت شنو يوقع ليا وعمري ما كنت نتخيل ان صاحبتي هي اللي جات دير ليا هادشي. ايوا بقى شي كيقول شي حتى وصلت الهضره للجاره الفوقانيه. وداك الصباح حتى نزلات ليا بغات تاكلني. جاب الله كانت عندي امي هي اللي وقفت بيناتنا، عيدات زيفها ولحتو عليا وقالت لي انا ما ندمتك
انا ماشي كنويه حره. فات عليا قدام امي حتى تندمني على فضولي، وعيات امي ما تلوح ليها في العار، ما سمعاتش ليها. ايوا هنا تلفات بيا الدنيا وامي ولات كتقول لي اش داك، واش وصلك، واش داك تحلي فمك ولا تهضري. ما بقيت عرفت راسي ما ندير، وراجلي الا مشيت تا قلتها ليه عارفاه ما غاديش يتقبل، ما غاديش يتفهم شي حاجه بحال هكا، وغادي يقول لي انا من النهار الاول نهيتك على البق جايبه لي البرغوث. دازو 2 سيمانات حتى ولا راجلي كل مره كيتشكى من الطوموبيل كيلقاها حالتها، كل مره ملصقه بشي حاجه من بلاصه. وانا كنكذب براسي وكنقول غير صداف غير صداف غير صداف، ما عمرو قبل ما كان كيتشكى من شي حاجه بحال هكا. بشويه بشويه حتى وليت كنلاحظ على معاد ولا واحد الشخص اللي عصبي وفيه واحد الخمول عمرو ما كان فيه. معاد الا كان عنده غير نص نهار خاوي كيقول لك غادي نمشي لاصال، نخرج ندير شويه ديال لا مارش، ندير واحد لا بيسيكليت كيهزها مره. اما دابا ولا يقدر يدوز النهار كامل حاضر عليه الريدو وناعس في البيت، ما كيبغي يهضر مع حتى شي واحد. ولا جيت غنتناقش معاه شي موضوع لي بسيط الا جات عنده غير سليمه كيتعصب منها. ما نكذبش عليكم، بدا كيدخلني الشك، خصوصا ملي ولا شهري كله كنلقاه في الوساده. راه ما يمكنش البنات راه ماشي كيطيح، راه تقول بحال كيباتو كيقطعوا فيه. مشيت عند شحال من طبيب كيقول لي والو ما عندك حتى شي حاجه. من كثرة الوسواس اللي دخلني وليت كنطلب راجلي كنقول ليه الله يرحم ليك الوالدين، اما بيع هاد البارتما ولا سدها كريها ونمشيو نكريو في بلاصه اخرى. هو كيقول لي علاش انت ما كيتسطيتي واش لاباس؟ فين ما كيخرج باش يمشي لخدمته كيدخلني الوسواس، وكنقول يتلاقى مع راجلها ولا تلقى ليا في الطريق. وليت كلي كنترعد، ما كيرتاح حتى كيدخل الدار وكيسكت وما كيقول حتى شي حاجه. الجاره اللي قدامي الله هنيه ملي مشيت هضرت معاها في الموضوع قالت لي عافاك ما باقيش تدخليني في هذا الشيء. انا هذيك السيده سديت بابها وما عمرني بقيت وجهي يجي في وجهها، وبارك عليا غير جرياني مع بنتي. هنا لقيت راسي دابا انا اللي واحله مع هاد الجاره، ما بقيت عرفت ما ندير معاها. امي كتقول لي الا جيتي عليا سيري قوليها لراجلك هو اللي غيلقى معاك الحل، واللي جات منه خاصك تقبليها، حقاش هو كان اكثر من واضح معايا في هاد النقطه، وانا عارفه راسي انني جبت النحل على راسي. ما حيلتي لمرض بنتي اللي محطمني وكتقطع عليا في خاطري، ما حيلتي لهاد البلاد تسلط عليا منهم. ما عرفتش واش نقدر نوصل لكم ولا نوصف لكم هذيك المرحله اللي بحال غير البارح، ولا غير نسكت ونخلي الايام تدفنها بلا ما نعاود وبلا ما نحكي. حقاش داك الوجع اللي كيحرقني في القلب ديالي ما عنده حتى شي قبر، كيبقى في كل نظره وفي كل تنيده وفي كل نهار كيبدا بلا ما نسمح فيها نسمع الضحكه ديال بنتي ولا بلا ما نشوفها. كل مره كنتصادف مع شي تصويره ديالها في الكالغي عندي في التليفون، ولا شي تسجيل عندي قديم، ولا شي فيديو ولا شي اوديو، نحس الداخل ديالي كيتقسم طراف طراف. كنت كنقول بنتي قويه وغادي تبرى، كنمشي وكنجي عند الطبيب وكنتكرفص، وكيف قلت لكم راه كنفيق شي مرات مع 6 7 باش يلاه نوصل عند الطبيب في الوقيته في مدينه اخرى. ولكن كنت كنقول كلشي فايت. كنت كنقلب فيديوهات وكنلقى امهات كيقولوا ان وليداتهم عايشين بخير وعلى خير. عارفه ان المرض ديال بنتي ما كيداواش، ولكن عارفه على ان الناس كيتعايشوا معاه. لي عمر دوك الايام، حقاش من جهه ديك البومه اللي ما بغاش يعطيني اتساع، ولات عندي بحال شي كوشمار. كل مره كنلقى شي حاجه مليوحه ليا في بابي نغسلها ونسكت، عمرني حيحت ولا قلت شي كلمه مع انني كنت كنعرف وكنت متاكده 100% انها هي. حتى من راجلي كل مره كيتشكى حكا طوموبيل لقيت فيها شي حاجه معلكه، لقيت تراب مليوح فوق الطوموبيل. كل مره شنو كيقول كنقول ليه غير الوليدات، شي واحد يمكن لح شي حاجه من البالكون. راه هكا داك النهار سمعت جارنا تا هو كيغوت على نفس الحاجه. كنحاول انني ما نطيحوش في الشك وانه يبقى امور غاديه كالميه. مره كنت كنهز شي ديال الماء ديال الرقيه وكنهبط نمسح به الطوموبيل نرشها من الداخل. فين ما كنطلع انا وبنيتي للطوموبيل كنطلق القران، ولكن معاد شي حاجه كانت ماشي هي هذيك. حتى من الطبع ديالو بدا كيتبدل. سلمى اللي كانت ما كيقدرش يخسر ليها وما يقدرش يغوت عليها نيتو الوحيده اللي عنده دايرها في جناح الدخلاني، ولا عصبي معاها بزاف. واخا كيرجع من بعد وكيندم، ولكن عصبيته كانت ولات فايته الحدود. بشويه بشويه بنتي ولات فيها واحد الحساسيه بزاف للغوات. الا غير تغاوت انا وباها كتشد في راسها، الا كان الصوت ديال التلفازه مجهد كتسد ودنيها وتمشي كتجري لبيتها. لعابها اللي كانت فيهم موسيقى واللي كانت كتحماق عليهم ما بقاش كتوصلهم، ولات كتهز دوك النوسات اللي ساكتين. الا غير كيجريو الناس اللي فوق منا بالجد
اولا عندهم شي مناسبه ولا كيضحكوا كتشوفها تبرزطات. حتى من الروض لاحظوا ليها البال على انها ملي كتكون شي اكتيفيتي اللي كيكونوا فيها الدراري كيغني ولا كيضحكوا ولا كيكون الغوات في القسم بزاف، كانت بحال كتديرونجاو شي مرات كتهرب لهم من القسم كله. ما كناش كنقدروا نلقاو ليه تفسير لانها باقا ما هضرتها ما مفرزاش. عيطت للطبيب ديالها وقلت ليها اللي كاين وها اللي كاين، وقال لي مدام راه انا شرحت لك كلشي على المرض ديال بنتك. اغلبيه ديال المرضى ديال الكسندر ديسيز راه كتلقى عندهم هذا النوع ديال الحساسيه المفرطه للضوضاء والاصوات المرتفعه. الا كانت بنتك هاد الايام مستريسيه ولا مابقاش قدرت على الصداع، خليها شويه ترتاح عندك في الدار. قلت له راه حتى في الدار ما كترتاحش. قال لي يا نقصي من التلفازه، حيدي من التليفون، نقصوا الغوات، اي حاجه كتبرزتها خلي واحده تتكالم، راه كتكون مرحله ديال طلوع ونزول. داكشي اللي درت انا، درت بالناقص كاع من ديك التلفازه، مابقيتش كنشعلها، التليفون كذلك. بغيت غير نهضر مع شي واحد كنمشي نبعد منها وندخل الكوزينه ونسد عليه ونهضر، ولكن راه ماشي غير الصوت اللي لقيتو كيبرزتها، حتى الضو المجهد. الا كانت مثلا غير ناعسه وجيت طلعت عليها الريدو كتغطي راسها تحت الغطا. الا كانت مثلا في بيتها وجات كتجي عندي للصالون وكان الضو شاعل كنلقاها غطات عينيها. هادشي ولا كيخلعني، خصوصا كاع ملي كنبغي نلبسها شي حاجه كتقول لي ضريتيني، مع ان الحوايج قدها ويلا شارياهم لها ماشي بزاف، يعني ماشي بزاف الوقت باش يكونوا صغاروا عليها. ولكن بديت كنلاحظ انني ملي كنلبسها ولا ملي كنبغي نلبسها بصح الحوايج كيتزيروا ليها من جهه الراس. الاول كان كيحسبني واش شي حاجه تصبنات وتكمشات ولا الكاليتي ديالها ما مزياناش وتجمعات، ولكن ماشي هما اللي تزيروا، راه راسها اللي ولا كيكبر دغيا. ديك الساعه قلت لمعاد خاصنا ضروري نهزوها ونطيروا بها للطبيب، شي حاجه ما هياش. داكشي اللي درنا، رجعنا للطبيب شافها قال بصح الحجم ديال راسها كبر على اخر مره فاش كنعبروا ليها، وضروري ما خصنا نديروا راديوات والتحاليل باش نعرفوا اشنا هو السبب. ايوا بدينا عاوتاني رحله اخرى، دير هاد الراديو دير هاد التحاليل، غاديين جايين غاديين جايين. في الاخر قالوا على ان المرض العكس ديال المتوقع، لان المرض ديال بنتي كان غادي ترونكيل، كنا كنقدروا نتحكموا فيه، غادي بالدويات، متبع لها النظام ديالها في الماكله في كل شيء. ايوا قالوا على ان العكس المتوقع خدا منحى اخر، وخاصهم ضروري ما يشدوها وبدا معاها واحد الدواء اللي قوي. وقالوا لنا راه الدواء ماشي سهل عليها وخاصكم توقعوا شحال من حاجه، غيكون غثيان، غادي تكون سيات، يعني راه الدواء ما ساهلش. فكرنا مزيان وقلنا اللهم، لانه عندنا حتى شي بديل وما عندناش شي حل اخر. الغد ليه دخلات وبدات الجلسات، وكان اول يوم فيه بحال الجحيم. بداو تخرجوا كدمات رجفه، كلها مسكينه تبدا ترعد وكتخاف من هذيك البرا ملي كيبداو جايبينها ليها، كتغوت ماما راسي ماما، وانا قلبي كيتقطع ملي كنسمع صوتها من برا. كنبكي حقاش ما كانوش كيخليوني انني نكون معاها، وكانوا كيقولوا لي راه ما غاديش تصبري. بقا واقفه على رجليا حتى كيطيبوا لي من تحت. كنشوف في بنتي نهار على نهار كتطفى قدامي، وانا الله يسمح لي لا كنبكي وكنطلب وكنقول يا ربي خذ من عمري ومن صحتي وعطيها. يقول لي دخلي تشوفيها، كنمسح دموعي وندخل نضحك بزز مني ونبين لها بحال ما وقع والو باش ما تخافش وباش ترتاح شويه. كنقرا ليها القصص، كنقرا الفاتحه وهي ناعسه، وكنشوف شفيفها كيتحركوا بحال كتحلم شي كوابيس. كنبكي وكندعي يا ربي يا ربي دير شي معجزه، بنتي مازال ما شافت والو في الدنيا، خذني انا اللي عشت حياتي. اما راجلي ولا غير كيجر في رجليه، حتى الخدمه مبقاش كيمشي ليها، ولينا ساكنين في داك السبيطار، وغير تقول يقفز من بلاصتو ويوقف عليها. فاش كنت كنعاود لكم القصه في الاول كنت هبيله ديال بصح، همي هو شنو غادي يوقع الا معاد ساق اخبار انني انا اللي قلت للجاره شنو وقع، ولا ساق اخبار على انني سبب داك المشكل، شنو غيدير ليا، شنو غادي يقول ليا، واش ديك الومه اللي فوقي تقدر توقفو وتشكى منه. كنت عايشه في واحد ستريس زايف ما عنده حتى شي معنى. دابا كلشي ولا كيبان ليا تفاهه وكنقول اش كنت كندير. دابا تبدل كلشي، دارتي ما بقات كتعني ليا حتى شي حاجه، وما بقيتش كنسمع حتى الصوت ديال راجلي ولا كيهمني شنو غادي يقول. موضوع اصلا ما بقيتش كنفكر فيه، حتى داري راه ما كنوصلهاش، ولينا ساكنين في داك السبيطار. خوفي كله وقلبي كله مع بنتي. كنبقى الليل كامل وانا كنسمع الانفاس ديالها، كنحط يدي على صدرها ولا نيفها. التنفس ديال بنتي في هذوك الايام كان ضعيف بزاف،
وكانوا كل ساعه كيجيو يقلبوها. كنبقى نشوفها وكنقول واش غادي تصبح معايا، واش نقدر نغمض عينيا وما نلقاهاش. لا صباح كنفتح عينيا وانا قلبي كيرجف وكنقول واش غادي نلقاها قدامي، اشنو غنلقى قدامي، شي مفاجاه خايبه. هادشي هو الخوف الحقيقي، ماشي الهضره ديال الناس وماشي داكشي اللي كنت كنتوهم في الاول. كل مره كتحل عينيها ملي كتكون مكالميه بالدواء كدير ليا قلب بيديتها الصغار وكتضحك معايا. انا قلبي كيتقطع من الداخل وكنسيرها في اللعبه ديالها وكنرسم لها انا قليب اخر ونضحك معاها. كنقول لها بنتي ماشي غير القلب، حياتي كلها بين يديك، غير وقفي، غير نوضي، بركه بركه من هاد النعسه. ذاك الصباح صبحات الدنيا مغيمه، حتى الشمس ما بغاش تطلع فيه. كنت جالسه حدا بنتي وكندوز لها يدي على شعرها وهي كتشوف فيا بواحد النظره غريبه. ما كانتش فاهمه انا ديك الشوفه، اش كانت كتشوف فيا بحال شي وحده بعقلها، بحال شي بنت كبيره. مدات يديها وحطت لي صبعها على فمي ويديها كترعد. ما عرفتش شنو كانت باغا تعني ليا. عندها بشويه وبستها وشميتها غير بشويه لانها كانت مسكينه كلها كتعكر. ابتسمت وبقات ساكته، ما قالت حتى شي كلمه. فجاه وبدون سابق انذار بدات كتنزل عينيها بشويه بشويه، ووجهها فرمشت عين طلعت معاه واحد الصفرة غريبه، واحد الصفوريه ما عمري ما شفتها. والتنفس ديالها قل اكثر ما كان هو قليل، ما بقاش كتبان ليا كتحرك نهائيا. دارت بحال شي نسمه وطارت. ما عرفتش داكشي كيفاش وقع وما كانش عندي حتى الوقت باش ندير شي حاجه. باقي اليوم كنلوم راسي واش كنت نقدر ندير شي حاجه. حدي حسيت بيديها اللي كانوا وسط يديا ولاو بحال شي ثلجه باردين، اما عينيها كانت مازال كتشوف فيا. غوت غوته وحده، سلمى بنتي، سلمى فيقي. وعاد طار من بلاصتو، كان متكي حدانا في الفوتوي حتى لقيته واقف. فهم من صوتي ان كاينه شي حاجه كبيره وقعات. شويه بداو دوك الاجهزه كيديروا داك الصوت اللي مازال في ودني لدابا، مازال دابا كيفيقني في الليل وكنسمعو بحال لا كاين حدايا. والممرضه دخلت كتجري من موراها الطبيب، وانا كنتفرج في شي فيلم ديال الرعب ومازال ما قادراش نستوعب. لا لا لا، ماشي دابا، لا ماشي هنا وماشي بنتي. رجعونا انا ومعاد اللور، تعانقنا وجلسنا للارض، كل واحد فينا كيغزل بوحدو وكنشوفو فيهم بحال شي تامه. عندنا واحد الامل ان الطبيب مازال يقدر يدير شي حاجه ويعتق بنتي. مش عارفين شنو خصنا نديرو، الله حاضنهم وساكتين والدموع نازلين. بقاو شحال وما كيحاولوا، في الاخر دار الطبيب وقال لنا الله يرزقكم الصبر. صافي خرج بحال هكا وزاد. نطلع على بنتي كتبان ليا بحال داك الملاك ناعس، والداخل ديالي كيقول لي راه ما ماتش، نوضي قلبي بنتك. معاد طار عندها كيعنقها ويغوت باش غير نوض، ما بقاوش عندي رجلين باش نوقف. جات الفرمليه وقالت لي كوني مع الله يكون معك. بغات تعاوني باش نوقف، شده لي جدات فيا، بغيت نوض، طحت وما عقلتش على راسي. من فقت ما كنتش عارفه شحال داز، حسيت غير بالبروده في صدري وغصه في حلقي، والصوت ما كيبغيش يخرج، صوتي مخنوق. نحس براسي بحال انا ماشي انا. كنشوف امي، عائلتي، عكوزتي، لوزتي، شيخ كلشي كنشوفو كيبكي. دار اللي كان معاد كيقول لي ما تحليش بابك لشي حد مترع بزوج، والناس داخلين خارجين كيعزيو، وانا بحال الصنم غير كنشوف بعينيا. دوزنا هداك العزو بمرارته، وراه ما غادي يحس بالمزود غير اللي مخبوط به. واخا ناعيه ما نوصف لكم، كانت قاصحه قاصحه، كانت ايام صعيبه بزاف. حتى كل واحد مشى لدارو، انا ومعاد ما قدرناش نهائيا نجلسوا مازال في الدار. كنت كنشوف بنتي في كل بلاصه، كنشم ريحتها في بيتها، في بلاكارها وسط اللعاب ديالها. سدينا داك الدار ومشينا عند عكوزتي. موراها بمده شيخي قال لنا احسن حاجه ديروا هي تحطوا ديك الدار للبيع وتاخذوها في حاجه بلاصه اخرى. في الاول كنت كنبقى نبكي 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 حتى كنعس، ماشي ما كنتش راضيه بالقضاء ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن فراق بنتي جاني قاصح بزاف. كنت كنسمع ان الكبده صعيبه، با كانوا كيقولوا. من بعد فاش كبرت كنت كنسمع ان الموت ديال الولاد كتر من الموت ديال الوالدين، وكنت كنقول لا، حقاش انا فاش كنت كنتفكر با كانت كتجيني قاصحه بزاف. اما الموت ديال بنتي نساني في كل شيء، نساني في اي حاجه صعيبه عشتها في حياتي. كنبقى نبكي نبكي حتى كنعس وكنوض كنتقفز شي 20 مره وانا كنتقفز في الليل، كنعس واحد النعاس في الشكل.
حتى لواحد الليله جات ووقفات عليا بنتي، كانت غزاله، كانت لابسه واحد الكسيوه زوينه بزاف، وكانت كتضحك معايا وكتقول لي ماما ما تبقيش تبكي، انا راه لاباس عليا، الا كنتي كتبغيني ما تبقيش تبكي. بقات كتقول لي هاد الجمله حتى حليت عينيا مع الاذان ديال الفجر، وفقت مقتنعه ان ربي يرحمها وما بغاهاش تبقى تعذب في الدنيا. فقت مقتنعه ان بنتي ملاك من ملائكه الجنه. وسبحان الله العظيم، من هذيك الليله ربي بحال ربط على قلبي بديك الرؤيه اللي شفتها فيها قرار على انني ما باقيش نبكي على بنتي. دازت مده وخدينا بارتما قريبه لدارنا، الحمد لله ربي معانا، مازال قادرين نوقفوا على رجلينا، وحتى عائلتنا ما سمحوش فينا. ما كتجي لوستي مسكينه، كتجي عكوستي امي، ما مخليناش بوحدنا نهائيا، كنحاولوا اننا نتعايشوا، والحمد لله على التناسي. ما عمرك ما كتنسى شي حد الا مشى ليك، ولكن كتعاود تولف انك تعيش حياتك، لان هذه هي سنه الحياه. مشات بنيتي، الله يجعلها ولا يجعل لقائي بها في الجنه، وربي عوضني بحمل جديد يكون خلف لمصيبتي في ضياع بنتي. حقاش انا ديما كنت كنقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وكنت كنقول واش زعما الا حملت غادي تكون شي حاجه خير من بنتي، وكنقول الخير في بخسر الله سبحانه وتعالى. اما هذيك الجاره اش غادي نقول لكم، كنت غير هبيله ملي كنت هازه لها الهم، انا نسيتها وعمرني قلبت عليها ولا هي قلبت عليا. نهار رحلنا من هذيك الدار عمرني مازال شفت حتى شي واحد من الجيران القدام. ايوا كان هذا هو الجديد في قصتي، ترددت بزاف باش نعاودو لكم، لكن الحمد لله هذه هي سنه الحياه، وهذا الشيء اللي كتب علينا الله سبحانه وتعالى. الحباب ديالي، كان هذا هو الجديد في قصه فرح. تلاقاو في التعليق. كنبغي نقول لكم كل شيكم من القلب، كنبغيكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم.